السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناه خلطبيطه. انا عارفه انا بقالي كتير قوي يعني ما بنزلش اي حاجه على القناه، وكنت بعيده جدا الفتره اللي فاتت، بس بجد عندي ظروف ونفسيتي كانت تعبانه جدا ولسه يعني. فادعولي بس ان انا ارجع اشتغل تاني على القناه. عندي افكار كتير بس مكسله انفذها وبلاقي حاجات كتير بتعطلني. المهم جايه لكم النهارده بفكره بسيطه قوي، يعني فكره الازاز القديمه اللي هي القوارير الكبيرة دي. كانت عندي اصلا بقالها فترة ركناها وعايزة اعملها ومكسلة يعني، فقلت اعملها معاكم. انا قصيت كده الحرف اللي فوق القارورة على حسب بقى الحجم اللي انتي محتاجاه، وسويتها كويس الاطراف دي. وطبعا بعد ما قصيتها بقى غسلتها كويس من جوه ونضفتها. ده كان شريط كده عندي زي ستان كده، او ما بين الستان والشيفون حاجة كده. اي حاجة عندك بقى تزينيها بيها. انا حطيتها كمان عشان الحرف بتاع البلاستيك ما يبقاش خشن او يعور يعني، لان انا عارفة عمر ممكن يلعب فيها وممكن يعور نفسه. اي حاجة عندك بقى، شريطة، اي شرايط ستان الصغيرة دي، لو عندك اي حاجة زي يعني حطيها على الحرف كده وظبطيها. ولزقتها كلها بالشمع من بره الاول، وبعدين عملتها من جوه. الورق بقى اللي على الازازه ده انا يعني هحاول لسه اشيل فيه تاني لان شكله مضايقني، بس قلت اخلص الفيديو وبعدين ابقى اشيل فيه مع نفسي لان هو رخم جدا مش راضي يطلع، ومش عارفه اطلعه بميه سخنه طبعا عشان الازازه هتسيح. بعدين خرمت بقى الازازه بالولاعه كده، انا خرمتها بالولاعه بسهوله، اتخرمت معايا. وبعدين جبت بقى الرباط ده، قلت هربطه برضو عشان لو عايزه اعلقها هعمل بيها آه زي علبة او باسكت كده للمشابك، وهعلقها في البلكونة. فهحط بقى الرباط ده علشان لو عايزة اعلقها يعني تبقى بعيدة، ما تبقاش على الارض طبعا، عشان العيال يعني، وعمر بيدخل احلى حاجة عنده ان هو يحدف المشابك في الشارع. بس فقلت بقى ايه، هعلقها واخليها بعيدة عنه احسن. فكرة كمان انا عملتها بس نسيت اصورها، انا خرمتها من تحت برضو، سيحت كده حاجة على النار يعني مسمار او اي حاجة تسيحيها، وخرمتها من تحت لان انا عندي البلكونة بتطرب جدا. فكل ما اجي انشر لازم اخش اغسل المشابك لانها بتبقى مطربة. فقلت اخرمها بحيث ان انا اغسل فيها المشابك واصفيها كده شوية في الحمام، وبعدين ادخلها تتصفى في البلكونة تبقى مخرمة اي بواقي مية تنزل. بس الفكرة بسيطة جدا، يا رب تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسوش اللايك والاشتراك والكومنت.